إزاي مدرب عبقري كسب كل حاجة يرجع يفشل فشل تاريخي مع منتخب بلده؟ قصة هانز فليك دي لغز كبير قوي. نفس المدرب، نفس الأفكار، بس النتائج كانت عكس بعض تماما. طيب، عشان نفهم ازاي فشل لازم الأول نشوف هو نجح ازاي. السر كان في فلسفة سماها الفوضى المنظمة. الفكرة كلها كانت خط دفاع عالي، وسط سريع لقدام، وضغط مجنون عشان ترجع كرة في ثواني. القاعدة دي كانت بسيطة ومرعبة، وبايرن اتحول لوحش بيكسب أي ماتش وحققوا بيها أرقام قياسية. تخيل 23 فوز ورا بعض، رقم قياسي في ألمانيا، وفي الآخر ختموها بالسداسية التاريخية. لكن لما راح المنتخب نفس المكنة دي وقفت، وماتش اليابان في كأس العالم كان الدليل الواضح. لما تبص على الأرقام هتقول ألمانيا كسبت بسهولة، استحواذ، تسديدات، كل حاجة ليهم. بس اليابان لعبت على نقطة ضعف في السيستم ده، الدفاع المتقدم، وحولوا أقوى سلاح لألمانيا ضدهم. والنتائج كانت كارثية، خروج من كأس العالم وخسارة مذلة من اليابان تاني، وفي الآخر إقالة تاريخية. وهنا اللغز بيكبر. لما راح برشلونة نفس الأفكار دي نجحت تاني وكسبوا بيها ثلاثية محلية. طب إيه اللي اتغير؟ إزاي نجح مع برشلونة وفشل مع ألمانيا؟ الإجابة في 5 أسباب مهمة قوي. تعالوا نمسك ال5 أسباب دي واحدة واحدة عشان نفهم الحكاية كلها. أول حاجة الوقت. سيستم فليك محتاج تدريب كل يوم، وده موجود في الأندية بس مش في تجمعات المنتخبات. تاني حاجة السن. منتخب ألمانيا كان مليان خبرات، بس اللعيبة كانت كبيرة في السن، ما قدروش يجروا زي ما فليك عايز. على الناحية التانية برشلونة كان فريق كله شباب، عندهم الطاقة يطبقوا أفكاره، وعقلهم كان صفحة بيضاء. تالت سبب لمسية. شباب برشلونة متربين على نفس الأسلوب ده من وهم صغيرين، الموضوع كان سهل عليهم. رابعاً الإيجو. نجوم ألمانيا الكبار بدأوا يشكوا في خطته لما خسروا، لكن شباب برشلونة كانوا بيثقوا فيه ثقة عمياء. وآخر حاجة هي الفرق بين النادي والمنتخب. في النادي المدرب بيتحكم في كل تفصيلة، مع المنتخب الوضع مختلف تماما. ده معناه إن فليك مش مدرب فاشل، بس خطته محتاجة ظروف معينة جدا عشان تنجح. البيئة هي اللي بتفرق. وهنا السؤال الأهم، هل خطة المدرب العبقري كفاية؟ ولا البيئة اللي بيشتغل فيها هي اللي بتحدد نجاحه من فشله؟